أخبار الرياضة من تلفزيون الجزائر. السلام عليكم. بداية سيكون الموعد غدا وبعد غد مع مباريات الدور الثمن النهائي لكأس الجمهورية لكرة القدم، حيث ستكون القمة بملعبي سيدي بلعباس وسطيف في وقت يسعى كل من نصر الفجوج وبن دوالة لمواصلة المغامرة أمام مولودية الجزائر وشبيبة القبائل. قراءة في مباريات الدور مع توفيق دربال. فريقان على الأقل من الرابطة الأولى يغادران منافسة السيد الكاس من خلال المواجهتين المباشرتين بين وفاق سطيف شبيبة الثورة واتحاد بلعباس اتحاد العاصمة. اتحاد بلعباس وبعدما أقصى سريع غليزان يجد أمامه صاحب الألقاب اتحاد العاصمة في مواجهة مفتوحة على احتمالات الكاس. ومن جانبها شبيبة الثورة تتنقل إلى سطيف لمواجهة الوفاق المتخصص. الثورة التي أقصت شباب قسنطينة تسعى إلى مواصلة المشوار قبل الولوج في المنافسة الإفريقية في فبراير القادم، وهو الشيء الذي يكون في صالح الوفاق المتعود والذي ضرب بالخماسية في الدوري الماضي أمام اسطوالي. مباراة تلعب بطابع الدربي وتجمع البطل الشتوي للرابطة الثانية أتلتيك بارادو بنصر حسين داي العائد بنتائجه الإيجابية في الرابطة المحترفة الأولى. صاحب لقب الطبعة الماضية مولودية الجزائر طريقه يبدو معبدا على الورق للمرور إلى ربع النهائي، كونه يواجه اتحاد بن دوالة الذي يواصل مغامرة الكأس بعد عودته بالتأهل إلى ثمن النهائي من سكيكدا على حساب ممرات سكيكدا. نصر الفجوج الذي أقصى الجار اتحاد عنابة يلعب مباراة العمر بتيزي وزو أمام شبيبة القبائل، فهل يفلح في مواصلة المشوار أم أن عجلته ستتوقف بملعب أول نوفمبر الذي عرف أول فوز للشبيبة في ختام المرحلة الأولى من البطولة أمام شباب الوزداد؟ هذا الأخير يتنقل إلى سعيدة لمواجهة المولودية المحلية التي برزت بنتائجها الإيجابية مؤخرا في الرابطة الثانية. مباراة لا تقل أهمية عما ذكر، ويتعلق الأمر بمواجهة أهلي برج بوعريريج واتحاد الحراش، فيما أولمبي شلف يستضيف اتحاد تبسة. هذا الأخير يسعى إلى مواصلة المغامرة ولو بالوصول إلى نصف النهائي كما حصل في الطبعة الماضية. ودائما مع مباريات الدور الثمن النهائي لكأس الجمهورية، تفتتح شبيبة القبائل الدورة بملعب أول نوفمبر أمام نصر الفجوج بداية من 5 مساء، فيما تشاهدون مباراة مولودية الجزائر اتحاد بن دوالة على المباشر من ملعب عمر حمادي بداية من الساعة 6 مساء على القناة الرابعة، ومباراة وفاق سطيف شبيبة الثورة على القناة الرابعة والجزائرية الثالثة بداية من 5 مساء، ومباراة اتحاد بالعباس اتحاد الجزائر على قناة الجيري في نفس التوقيت. أما يوم الأربعاء فستشاهدون لقاء أهلي برج بوعريريج اتحاد الحراش على الجزائرية الثالثة من ملعب 20 أوت بالبرج، ومولودية سعيدة شباب بالوزداد على قناة الجيري مباشرة من ملعب 13 أفريل، ومباراة نادي بارادو نصر حسين داي على القناة الرابعة من الدار البيضاء بالعاصمة، فيما سيجري لقاء أولمبي شلف اتحاد تبسة بدون جمهور في ملعب بومزراق. في المبارزة تتواصل بعين الدفلة فعاليات كأس الجمهورية من خلال الأدوار التصفوية والنهائية لفئات الأصاغر والأشبال ذكور وإناث تحت أنظار الرابطات الولائية التي استحسنت تنظيم الكأس في مدينة عين الدفلة في غياب رابطة ولائية لهذه الأخيرة. التفاصيل مع دنيا حجاب. رؤساء الرابطات المنشطة لهذه التظاهرة تحدثوا عن استعدادات ولاياتهم للنهوض بهذه الرياضة. في وراء راهي على أحسن ما يرام، كاين عمل قاعدي، عمل تنظيمي على مستوى الولاية. طبعا لازواده تاع الفريق يدخل في المنافسة، ولأول مرة سطيف تدخل بفتاة يعني الأنصاف أصاغر. الرابطة تسعى لتقدم هذه الرياضة وهذا الاختصاص ثلاث اختصاصات سيف شيش وسيف الحسام. هي المشاركة والتنظيم المحكم الذي تميزت به تظاهرة كأس الجزائر بولاية عين الدفلة دفع بمسؤولي الرياضة على مستوى الولاية إلى تأسيس وإنشاء رابطة ولائية بهذا الاختصاص. هذا الكأس هذا راح يسمح لنا باش إن شاء الله نخلق مدرسة للمبارزة هنا في ولاية عين الدفلة. البطولة هذه لمستواها أيضا بما أنه يعني أغلب عناصر المنتخب الوطنية أما هنا مشاركين.
وفي الرياضة العسكرية أشرف السيد اللواء عمار بوعافية رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة على مراسم افتتاح فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي التي تتواصل من 25 إلى 29 من الشهر الجاري بمشاركة مختلف القيادات والنواحي العسكرية ومدارس الجيش الوطني الشعبي. أيها الرياضيون، تعتبر اللياقة البدنية المحور الأساسي الذي ترتكز عليه خطط التدريب والتحضير القتالي للأفراد العسكريين في مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، وأحد العوامل الحاسمة لبناء قوة عسكرية تعتمد على القدرات البدنية العالية لمقاتليها من خلال التدريب الجيد والتكوين المتواصل الذي يؤهل الأفراد للتحمل وتنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم في كل الظروف وكسب المعركة ميدانيا. وأخيرا وبجيجل ارتدى مركز العطل والترفيه برج بليدة بالعوان الذي دشن العام 1987 بتسمية المخيم الدولي للشباب. ارتدى حلة جديدة تليق بالمكان بعدما أعيد ترميمه وتوسيعه العام 2014 لاستقطاب الرياضيين والسواح. يقول محمد جمال. البحر وفي مكان ساحر يقع مركز العطل والترفيه برج بليدة الذي أعيد ترميمه فأخذ حلة جديدة عام 2000، لكن عام 2014 توسع النزل إلى مرافق أخرى ضرورية بزيادة عدد الغرف وملاعب أخرى جوارية لكل الرياضات ومطعم في الهواء الطلق وعيادة خاصة إلى جانب مبنى للإدارة. مركز قضاء العطل والترفيه ببرج بليدة العوان جيجل هو مركز ترفيهي خاص بالشباب تابع لوزارة الشباب والرياضة تحت وصاية الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. الدور نتاعو على كل حال دور تربوي بالدرجة الأولى، ترفيهي سياحي. إن الهدف الأول لتوسيع نزل برج بليدة بدائرة العوانة هو زيادة طاقة الاستيعاب وجعله قبلة مفضلة للرياضيين والشباب والسواح. يتوفر على جميع الظروف يعني تاع الراحة ولا تاع راحة اللاعبين اللي يقدروا يكونوا هنايا خلال التربصات أو حتى المصطفين خلال فترة الصيف. الولاية تاعنا نرجعوها كقطب رياضي شباني، ومن خلال يعني ما تزخر به من منشآت ومن فضاءات شبانية اللي كما شفتوا، واللي احنا باغيين يعني الفرق تاعنا الرياضية تعود تجي تحضر عنا في جيجل كما شفتوا المخيم الدولي للشباب يعني برج بليدة. ختام أخبار الرياضة قدمناها لكم من تلفزيون الجزائر. في أمان الله.